وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشفي كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيك يا مدام اخلاص ويقومك بالف سلامة لحبايبك يا حبيبتي ولولادك. يا رب يا رب نشوفك على خير وتكوني في اتم صحة يا حبيبتي. احنا يعني اليوتيوب من غيرك ملوش اي 30 لازمه. ربنا يقومك بالف سلامه يا مدام اخلاص. ربنا يشفيك يا ام مريم، ربنا يشفيك يا ام اماني، ربنا يشفيك يا ام نواف ويرجعك لبلدك سلمى غانمه ان شاء الله. ربنا يشفيك يا استاذ ايهاب، وربنا يطمني عليك يا علا انت وشمريه باذن الله. طبعا يا حبايب قلبي انا يعني بتناول مواضيع عديده في الفيديو وبحاول بقدر الامكان ملتش وعجن في الكلام كتير على رأيه اللي بيقولوها، علشان يعني المتابع ما يصيبوش حالة من الملل. وبحاول انزل لقطات وفيديوهات من مزرعتي وانا بشتغل فيها بايدي وانا بقطف منها الاشياء، لان المناظر يعني الخضرة برضو ايه بتبعث على الايجابية والتفاؤل وكده. اولا يا حبايب قلبي اتناول مين؟ شريهان والحمولة اللي مودياها لأم الدواهي. طبعا كلنا عارفين ان الريفيين لما بيعملوا افراح وبيبقى فيه مناسبات ان كان طهور ولا خطوبة ولا فرح، بنلاقي الناس بتودي حاجة اسمها الحمولة من كافة شيء، من رز لطبخ لخضار لزيوت لسمنة، واحيانا في بعض الاحيان كمان دقيق على حسب المقدرة. فيعني كل الناس بتدي الحاجة ديت. وبعدين يا شربات يعني اعتقد يعني الحمولة اللي انت بتوديها ديت من دقن وفتله، من دقن وفتله. يعني ايه يا ام محمد؟ يعني بسم الله ما شاء الله انت بتاخدي راتب شهري من لطفطف قبل ان ايه ان انت تقعدي وما تسرحيش وكده. وام الدواهي برضو كانت بتديلك برضو ايه راتب. فان كان كده ولا كده غير التوك توك القديم والتوك توك الجديد والدنيا بقت ايه والاشياء بقت معدن يعني والحمد لله. فطبعا يعني نتيجة ان انت لا قلت كلمة حق ولا وقفت في كلمة حق، ونتيجة ان انت بتروحي عند القنوات اللي بتسب في حلمية وعيال حلمية وبتهربد في حلمية، بتروحي هناك عندهم. فطبعا لازم ايه بتغرفي. فطبعا من الغرف اللي بتغرفيه هتروحي تودي الحمول. انما يا حبايبي احقاقا للحق العادة ديت موجودة عندنا في الريف. يعني ام الدواهي بتقول لها ما عادش حد بيعمل كده، لا ده ممكن يكون عندكم انتم في العيلة، لكن الدنيا كلها بتعمل كده في الأرياف وما زالت بتعمل كده، لأن دي عادة متأصلة حاجة اسمها الحمولة. الأقارب القرايب بيجاملوا بعض وبيودوا الحمولة ديت. بيقولوا يعني ممكن تبقى مساهمة بسيطة في أيام الفرح، الطبخ يطبخوا منه، الرز يطبخوا منه. فيعني بيبقى ايه تخفيف ومساعدة من الأقارب لأصحاب المناسبة، سواء كانت خطوبة أو طهور أو ايه زواج. فربنا يتم بالخير على كل الناس المحترمين اللي عارفين ربنا، مش الناس القاسية اللي بتظلم في كل اللي حواليها يا ام الدواهي انتوا شربات. ننتقل لموضوع تاني، والموضوع ده يعني شايفة ان هو ملفت للنظر جدا جدا جدا. ام الدواهي يا ولاد، ام الدواهي من يوم ما ام ناصر وغيرها كداعمين دخول لها في البثوث، وهي هتتهبل على البثوث يا ولداه،
كل شويه تجيب لك الطبله وتلم لها شويه عيال واي حد من العيله وتقعد تضرب على الطبله ويغنوا اغاني من الاغاني الفلكلور الشعبي اللي في الارياف او المناطق الشعبيه. عاده بنغني الاغاني ديت في الافراح وكده. فدايما يا عيني عينيها تتقلع على ايه؟ على الشاشه، كل شويه عماله تبص وعينيها بينط منها الشرار علشان تشوف الدعم نزل ولا ما نزلش. بقالها كام بس ما بينزلش عليها الدعم. انا عارفه ومتاكده ان الفيديو ده ساعه ما ينزل ولو حد من اخواننا الداعمين سمعوا من اللي بيدعموها هينزلوا يدعموها. فرب مصائب قوم عند قوم فوائده يا ام الدواهي. فانت سبحان الله سبحان الله، يعني ربنا عطيكي مشاهدات وبتقبضي كل شهر، يعني قبض كويس مش وحش. وربنا عاطيكي لطيف او جمال بتديكي هيل بلا كيل ليك انت وعيالك، وبرضه ما بيملاش عينك. الله التراب سبحان الله طمعانه حتى في الدعم اللي مفروض ان هو كان عندك ايه ده كنت بتعتبريه شحاته وتسول وان اللي بياخدوا الحاجات دي رقاصين وكلام فاضي من اللي انت بتقوليه دي. طب لما هو شحاته وتسول دلوقتي انت مستنياه ليه يا ام الدواه؟ قولي لي كده واتكلمي معايا زي ما انا بتكلم معاكي عادي كده. قولي لي ورد علي، انت مستنيه ليه الدعم ده وعينيكي هتتقلع عليه وكل ليله تلم شويه قراضيش وتطبلي على الطبله يا موكوسه يا موكوسه؟ قول الحمد لله. ده لغايه الذبيحه بتاع فرحك مش من ايدك، عزال ابنك مش من ايدك، الطبخ والحاجات دي برضو مش من ايدك، كل حاجه مش من ايدك. بس اعرفي اللي بيجي بلاش ما بيبقالوش اي فايدة، برضه بيروح بلاش. وصدقيني صدقيني في يوم هتعرفي نتيجة اللي انت عملتيه في حلمية وعيالها هيظهر كل شوية كمان وكمان وكمان. فيعني سبحان الله، ارضي باللي في ايدك وسيبي لغيرك يا موكوسي. لو ان خلاص الداعمين للأسف الشديد ايا كان الداعمين ما عادش لهم الا قنوات معينة. لو الداعمين دول عايزين مرضاة الله وابتغاء وجه ربنا كانوا راحوا لكل القنوات ورادوا كل القنوات او معظم القنوات اللي حواليهم، مش يروحوا القنوات كبيرة مش محتاجة الدعم زي ام الدواهي. طب ام الدواهي محتاجة الدعم يا ولاد؟ هي ام الدواهي محتاجة الدعم علشان هتموت على الملصقات، هتموتي على الملصقات يا ام الدواهي. مش كفايه ام الدواهي من لطيف وغيره، دعم من لطيف وغيره ودعم من ام ناصر بعتلك 100,000 جنيه وخاتم الماس، غير ال 12 كرتونه، غير الدعم السوبر شات اللي بتعمله لك على القناه. لسه عايزه ايه؟ ولا البني ادم كده ما بيملاش عينه الا التراب؟ فعلا البني ادم ما بيملاش عينه الا التراب. ننتقل لموضوع تاني خاص بمين؟ خاص بحلمية ام طارق وابن نرمين. واول مرة اتكلم عن نرمين من بعد ايه ولادتها. منوعاتهم مرانا او مرانا للنقد، دي قناة نقد واعرفها من زمان، واخت متابعه اسمها الحاجه فاطمه رحمه الله عليه. الحاجه فاطمه دي كانت بتتصل عليا دايما على طول في التليفون، وكانت دايما بتقول لي انا بحبك يا ام محمد رغم انني من متابعين زاهيه، بس انا بحبك وبعزك وبشوفك ست محترمه وانا بحب زاهيه كمان. هتزعلي لما اكلمك؟ قلت لها لا عادي. الله يرحمها حصل بينها وبين زاهيه تاتش انا اللي حليته، وكلمت داهيه لما كنت صالحتها لما ابو محمد او القرموطي خدني عندهم، فصالحتها على الست ديت لان هي كانت عامله لها بلوك، فقلت لها فك لها البلوك، الست دي بتحبك، ففكت لها البلوك. فبعد كده الست ديت زارتها وخدت لها من خيرات الله،
لان ولادها اللي مسافر امريكا واللي مسافر الامارات وعندها خيرات ربنا. المهم يا ام رنا، ما تقوليش ان اختك راحت زارت ام الدواهي اللي هي الحاجه سعديه الله يرحمها، ام مصطفى. ما تقوليش ان هي زارتها وقالت لها كلام وحش على ده على حلميه كتير. حرام عليكي، اختك ماتت وليها ملك يرد عليه. انت ما كنتش بتكلم اختك ولا اختك بتكلمك عن لسانك ليه، وكنت ما بتكلميهاش وهي ما كانتش بتكلمك وكانت مخصماكي. يبقى ازاي واللي اعرفه انها ماتت وانتوا ما بتكلموش بعض انتوا الاتنين؟ يبقى ازاي بقى يا ام رنا اختك كانت بتكلمها وتقول له او راحت لام مصطفى وقالت لها كلام وحش على ده على حلميه؟ لا ما حصلش طبعا الكلام ده. وعيب يا ام رنا لما تجيبي سيره نرمين. انت عندك بنات وكل اللي عنده بنات في حياتهم مشاكل، سواء غضبانه او واقفه على الطلاق او بتطلق وترجع. كلنا كده عادي، عندنا بناتنا كده بيبقوا على خلاف. البنت ممكن تقف على الطلاق، ممكن يبقى عندها مشاكل، ممكن تغضب بالفترة كبيرة. ده شيء عادي وشيء وارد. وانت برضو عندك بنات اكيد في حياتهم مشاكل زي ديت، زي ما دي نفس المشاكل اللي بنمر بيهم. فعيب وحرام بحق هذا الأذان، والله بحق هذا الأذان، أذان ربنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله إن من لسان فاطمة أخت أم رنا إن هي ما كانتش بتكلم أم رنا، وأم رنا نفسها قالت لي ما بتكلمنيش. يبقى إزاي قالت لك على حاجة زي ديت وأنا أعرف إن هي ماتت وهي برضو ما بتكلمكيش؟ للأسف الشديد. وقلت لك أكتر من مرة أختك يا أم رنا وما يهمش، وعيانه وغلبانه، وانا كنت عارفه ان عندها المرض الوحش وبقت تكلمني وبقيت اكلمها. فعيب يا ام رنا تظلمي، عيب. الظلم ظلمات. حلميه ما عملتش فيك حاجه ولا اساءت لك في حاجه علشان تسيء لبنتها، وبعدين بنتها ملهاش قناه. عيب تجيبي سيره بنتها. واهدي كده وقولي هديت. عيب. واتقي الله شويه، اتقي الله شويه، لان هي ما عملتلكش حاجه. خلي لو حته حلميه عملت فيك، بنتها ما عملتش فيك حاجه وملهاش قناه. سيب البنت تربي ابنها عيالها. مش كل اللي من هب ودب يجيب سيره نرمين ويقول راميه ابنها. نرمين مش راميه ابنها ولا حلميه رامياه. الولد بيتربى عند اهله، الولد عايش مع سته. احترموا نفسكم وعيب، ولموا نفسكم عيب. حلميه لها حياتها ونرمين لها حياتها، وانت ليكي حياتك يا ام رنا. سبت القنوات ونقد القنوات يا ام رنا وبتنقضي دلوقتي الحياه الشخصيه. نرمين مالها ومالك؟ نرمين ما عندهاش قناه. انت بتتكلمي عن نرمين ليه؟ نرمين لما تبقى تطلع تعمل فيديو مع امها وتعمل فيه حاجه غلط من حقك تطلعي تتكلمي، لكن بتتكلمي عن ابنها ليه؟ من عاب ابتلى يا ام رنا. وانت عندك بنات ومتجوزين ومخلفين، ووارد قوي ان اي حد فيهم يبقى عنده مشكله من نفس المشكله اللي نرمين وقعت فيه. عيب. وما عدتش تجيبي سيره نرمين يا ام رنا. عيب. انت مكلماني من فتره قريبه وما جبتلي سيره نرمين ولا قلت اي كلام عنها ولا سالتيني عن اي حاجه زي ما كنت بتبقي تساليني. عيب يا ام رنا. سيبي نرمين في حالها. انت عندك ولايه وانت نفسك وليه. فعيب. انت بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده علشان تطلبي ود ام ناصر. ام ناصر ما بتديش لحد الا اللي هي عايزاه. زي ما بلغني ان انت دخلتي عند تاتا جله وطلبت ان هي تجيب لك ثلاجه او بوتاجاز وانت بتجهزي بنتك المخطوبه. ياسمين صعوبتي على ياسمين، قالت لها يا ام ناصر والنبي شوف ام رنا وساعديها. قامت في ياسمين وقالت لها مالكيش دعوه وتكلمي عن نفسك بس. فعيب يا ام رنا، عيب. ان كنت بتعملي كده علشان تاخدي وش عند القنوات اللي هي ضد حلميه جله وغيرها، علشان ان هم يطيبوا يخلوا ام ناصر تدخل لك علشان تدعمك، ما يبقاش على حساب نرمين الغلبانه وعيالها.
ما يبقاش على حساب نرمين الغلبانه وعيالها يا ام رنا. عيب، احنا عندنا ولايه واحنا ولايه. فسيبي بنت حلميه في حالها واتقي الله، اتقي الله يجعل لك مخرجا. عيب وما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده. انا بقول لك كده وانا زعلانه، لانك انت في يوم من الايام كنت صديقه ليا وما زلتي انت صديقه ليا، بس ما كنتش اتوقع انك تعملي كده. وبعدين يا ام رنا تعالي، انا افكرك بكذبة زمان لما خليت اختك قطعته تقول ان هي حمات اخت الحاج جابر، وان حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. لما لا جارتها جارت حمات محمود، وعملتوا كذبة وعملتوا فيلم، والبهدورة طلعت كذبتك وكشفت شخصية اختك. فعيب، فالانسان اللي بيكذب مرة يكذب 1000 مرة. وانت عارفة ان انت اللي الكلام اللي انت بتقوليه دي مش مظبوط، واختك ما كانتش بتكلمك ولا راحت لام مصطفى ولا كلمتك.